من فترة كده وانا بجري ورا ان انا اعمل فويس اسيستنت لوكال، كنت عايز اسميه وديع. في النص عملت كام حلقة ليها علاقة بان انا دخلت تشات جي بي تي جوه البيت، والموضوع كان لطيف جدا. بس في النص كده ادركت حاجة مهمة. انا قعدت اقول كتير ولا زلت مقتنع ان اهم حاجة في السمارت هوم وانت بتبنيه هي البرايفسي او الخصوصية، وان معظم حاجتك ما تطلعش على الكلاود الا اذا كنت مضطر. وعملت فيديو وريتكم ازاي ان انا ابتديت ابعد عن الامازون ايكو سيستم، علشان كل التسجيلات اللي اجهزه الايكو بتعملها مرفوعه دايما على الكلاود على السيرفر بتاع امازون. وهنا ادركت ان انا بتدخيلي تشات جي بي تي جوه البيت، ما انا بعمل نفس القصه بس بدل امازون بدلتها باوبن اي اي. فايه الفكره؟ وهنا جه القرار ان جه الوقت ان الاي اي اللي يبقى بيدير البيت عندي لازم يبقى لوكال. وهو ده هدف الفيديو النهارده هنقول لتشات جي بي تي باي باي، وهنقول يا مرحب بأولاما. عشان اعمل القصه ديت عديت بمراحل كده، هاخدكم فيها واحده واحده معايا. من اول ايه الهاردوير اللي انا كنت محتاج اشتريه عشان اتاكد ان الاولاما بتاعي هيشتغل بكفاءه وما يبقاش فيه لاج او يبقى فيه ليتنسي او تاخير في الردود، مرورا بازاي سطبت اولاما فعلا على الهاردوير دوت، لحد ما دخلته جوه هوم اسيستنت وبقى هو فعلا اللي متحكم في كل ما له علاقه بالسمارت هوم بتاعي. ولا ابل بقى ولا جوجل ولا اوبن اي اي يعرفوا اي حاجه من اللي بتحصل جوه البيت هنا. خلينا ناخدكم واحده واحده في الموضوع، ويلا بينا نشوف الدنيا مشيت ازاي. طيب، لازم تحطوا حاجه في دماغكم لو قررتوا تطلعوا الطلعه ديت. مبدئيا كده الاي اي، اوبن اي اي وجيميناي والشركات الكبيره ديت، وهي بتعمل اي اي موديل بتاعها، عندها سيرفرز مهوله وقدره حاسوبيه، يعني مستحيل ان انت في بيتك تعرف توصل ان انت تعمل حاجه زي كده. وبالتالي وانت بتختار الجهاز اللي هتعمل عليه القصه ديت، انت محتاج جرافيك كارد مرعب. في عندك اوبشن من اتنين، انا هجرب الاتنين معاكم دلوقتي وهشوف الدنيا ماشيه ازاي. لو انت عندك ماك وابل فان بوي زي حالاتي، فلازم تبقى عارف ان انت عندك ميزه مش موجوده عند شباب الويندوز. اول حاجه ان انت مش محتاج جرافيكس كارد عنيف للدرجه، لسبب لان الابل شيب او الابل سيليكون زي ما بيسموها، لو انت عندك اي جهاز من فئه الام اللي هو ام 1 2 3 و4، الاجهزه دي مصممه ان هي تستخدم الجرافيكس كارد والسي بي يو مع بعض علشان يسرعوا سرعة البروسيسنج، او ان هي تتعامل مع الاوامر بتاعتها، ودي حاجة بتسهل قوي موضوع الاي اي. فانا عندي هنا مثلا الماك ميني اللي انا شغال عليه وبعمل عليه معظم شغلي، انا ممكن انزل عليه اولاما وهيشتغل بليتنسي او بتأخير بسيط. بس طبعا الموضوع ده هيبقى فيه مشكلة، ان الجهاز لازم يفضل على طول شغال لو انا عايزه يدير كل حاجة في البيت. وبالتالي رحت الاوبشن تاني، اشتري بي سي مخصوص لموضوع اللوكال اي اي. وبعد بحث واستشارة واسأل استشير، لقيت ان دوت احسن اوبشن. هو طبعا دلوقتي كارنت ان افيلبل، والحاجات دي بتطلع اوت اوف ستوك بسرعة في ظل ظروف اليومين دول. انتوا عارفين الرامات غالية، وكل الحاجات اللي هي ليها علاقة بالاي اي بقى سعرها عالي شويتين ثلاثة، علشان كل الشركات اللي بتنتج الرام تحديدا بقت توجه الانتاج بتاعها لاوبن اي اي والشركات الكبيره، ومش عايزه تبيع للكونسيومرز اللي زي حالتنا. هاويفر بدون تطويل عليكم، يعني عرفت احصل ده من بي لينك ميني بي سي عليه ويندوز 11 وريزن 7 كبروسيسور. سالت تشات جي بي تي وجيميناي وكل الاي اي، لو عايز اعمل لوكال اي اي اقل جيجا رام محتاجه ايه؟ 32 جيجا رام، والمفروض دوت يدور لي او يشغل لي الاولاما موديل بتاعي بليتنسي محترمه. هنمشي بقى في السيت اب بروسيس ونجربه في الاخر ونشوف الليتنسي بتاعته عامله ازاي. ساعتها بقى نبتدي نقرر هل نرجع لتشات جي بي تي وعلى البرايفسي السلام، ولا نكمل بيه وفي اوبشن هو يتعدل ويتحسن اكتر من كده بكتير. معلومه تانية لازم اقولها لكم برضو، في قطع بتسرع البروسيسنج باور او بتسرع البروسيسنج مخصوص للاي اي اللوكال. هي حاجه بتعملها جوجل، اسمها جوجل كورال تي بي يو. تمام، ده بيبقى منظرها. اوكي، انا زي ما انتم شايفين كده بيرشيس جان 2026، طلبتها مرتين وفي المرتين امازون كانسلوا الاوردر او الريسيلر كانسلوا الاوردر، فغالبا واضح برضو ان فيها شورتج ومش افيلبل للدرجه. خلينا بقى نخش في البروسيس بتاعت السيت اب، نمشيها خطوه خطوه مع بعض ونخش بعد كده في التجربه. ده بقى البي لينك اللي انا جبته في عجاله عشان نعمل موضوع الاي اي دوت. نفتح كده ونقول يا رب يا هادي.
زي ما قلت لكم الجهاز 32 جيجا رام، ستورج 1 تيرا بايت، السي بي يو بتاعه ريزن 7، وزي ما قلت لكم انا الريزن 7 كبروسيسور مع ال 32 جيجا رام ممكن يغنوني على ان انا انفست في جرافيكس كارد عالي، ما دام ده هيبقى ديديكيتد مينلي للموضوع بتاع اللوكال اي اي. Thank you for your choice. You're welcome. شكرا ان انتوا بعد الجهاز جه ووصل سالما. هو ده الجهاز، ستيكر هلو، مانيوال، بيجي معاه كيبل الكهرباء ومعاه كيبل ال HDMI بتاعه عشان يتوصل والحياة تبقى سعيدة. وهذا هو الحاج محمد أولامة. حلو، قبل ما ننزل الأولامة على البي لينك خلينا اوريكم، علشان دي هتبقى اريح في التصوير وتقريبا نفس الخطوات، هوريكم ازاي ممكن انزله على الماك ميني ام 4 اللي عندي دوت. وفكره لطيفه طقت في دماغي كده اهوت وانا شغال على الفيديو، ما تيجي نقارن الاداء بتاع اللوكال اي اي مودلز ما بين الماك وما بين الويندوز، مع العلم ان البي لينك ديديكيتد او مخصوص سيرفر بتاع البيت، لكن ده اللي انا بشتغل عليه 3/4 اذا ما كانش كل حاجتي تقريبا لو مش بعملها من على اللابتوب. فخلينا نشوف كده هوت ازاي انزل أولامة. الطريقة تقريبا واحدة ما بين الماك والويندوز، ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. علشان نعمل القصة ديت بقى بعمل ايه؟ رحت على اولامة.com. بتفتح اولامة.com بيطلع لك فوق على اليمين في الاوبشن بتاع الداونلود، بتقول له يلا بينا داونلود. هو اوريدي بيديتكت السيستم بتاعك سواء ماك او ويندوز او لينكس بكل سلاسة، بتنقي السيستم اللي انت عليه. فلو في حالتي دلوقتي انا بنقي ماك، لما اجي اعمل القصة على الاوبشن بتاع الويندوز هعملها عن طريق الويندوز وبنزل الفولدر. لما بنزل الفولدر في الويندوز هتعمل انستول وتمشي ورا الخطوات لحد ما السوفت وير ينزل عندك. في الماك عندنا منظر غريب شوية كده هوت، بيبقى عبارة عن فولدر انت بتدراج ودروب فيه، منظر غريب الشكل كده هوت. فانت كل اللي بتعمله ان انت بتدراج الايكون بتاع أولامة بتدخله جوه الفولدر بتاع الابليكيشنز، بيبتدي يظبط كل حاجة وبيسيت اب كل الامور الطيبة، وبتستناه لحد ما يخلص البروسيس بتاعته. وانت مستني روح عدي كده على المودلز اللي متاحة ليك جوه حاجة زي أولامة. بتروح على نفس السايت وتروح على مودلز، بتلاقي لستة من المودلز اللي متاحة ليك انك تبتدي تنزلها. خلي بالك ان انت تحت كل موديل بيبقى موجود مش بس ديسكريبشن، لا كمان بيبقى موجود القدرات بتاعة الموديل دوت. فمثلا موديل زي الجاما 4 موديل جديد وجامد، والمفروض ان هو سريع ويشتغل كويس قوي وجوجل نزلته اوفلاين اصلا، مصمم لان انت تشتغل من غير انترنت بيه. بس لو تاخدوا بالكم ما فيهوش اوبشن الفيجن، او ان هو يشوف صور او يشوف او يقرا فيديوهات، وبالتالي ده مش هيبقى ألطف حاجة انك تستخدمه في الحالة بتاعتنا. بس احنا هننزله ونجربه علشان هنجرب الكونسبت الاول عبارة عن تكست بس، فده ممكن ننزله. طيب بيديك اوبشنز اصلا انك ممكن تفتح اوبن كلو اللي نزلنا عنه حلقة قبل كده او حاجات تانية غيرها، بس احنا هنركز دلوقتي على أولامة شخصيا والانتجريشن بتاعه مع هوم اسيست. فبتعمل ايه يا معلم او يا معلمة؟ بتنقي الموديل حسب ما انت قريت وفهمت من على السايت، بتنقي الموديل اللي انت عايزه. لو الليستة طويلة قوي ومش لاقي اللي انت عايزه، في فايند موديل موجودة فوق هتلاقي كذا جاما موجودين، فهننقي الجاما ال4 بليون اللي هو 4 مليار بارامتر. ده المفروض ان هو لطيف واموره طيبة ويعرف يعني يشتغل لوكال من غير ما يبقى فيه لاج كتير. ده الجاما 4. لو دوست عليه هتلاقي كمان الفيرجنز بتاعته، الفولي لودد فيرجن اللي غالبا هتبقى كلاود لان مساحتها بتبقى كبيرة. فانت هنا بتبص على ال4 بليون بارامترز لوحدها مش كفاية، انت محتاج كمان تبص على حجمه عامل ازاي. يعني لو هو مثلا 8 9 10 18 30 جيجا، وتشوف المساحة بتاعت الجهاز اللي موجودة عندك، وكمان الكونتكست بتاعه اللي هو بيفتكر لحد قد ايه، وتكست، ايمجز، فيديو، فويس، الكلام ده كله برضو بيشوف الانبوتس. وعلشان تقرر الموديل بتشوف الانبوتس عشان تقرر الموديل المناسب ليك. وانس ان انت قررت بتروح بقى على جاما 4 زي ما قلت لكم من شويه في السيرش، بتدوس عليها وكده الموديل لسه منزلش. تمام، ممكن تدوس داونلود. لو ما ظبطتش، هنا ما ظبطتش معايا، كل عليك تعمله انك تبعت له هاي.
اول ما تبعت له هاي هو اوتوماتيكلي بيفهم ان انت عايز تكلم الموديل ده، فبيبتدي الداونلود بروسيس بتاعت الموديل على طول. بتستنى لحد ما الموديل يحصل له الداونلود المتين. هنا معايا واخد شوية وقت عشان هو برضو حجمه كبير. هو كده تقريبا خلص. اول ما بيخلص خدوا بالكم بقى هيحصل ايه دلوقتي. اول ما يخلص ابتدى يشغل الموديل. العلامة دي معناها ان الموديل ابتدى يفكر في اجابة الهاي اللي انا بعتها له، علشان لوكال شغال على ديفايس اوريدي انا بسجل من عليه وبعمل 7000 حاجة تانية من عليه. فهنشوف الوقت اللي هياخده قد ايه. بس عمل ثينكينج، ابتدى يعمل ريزنينج، بيوريك حتى هو بيفكر في ايه او بيجمع ايه بالظبط عشان يطلع لك بالرد. ادى نفسه اوبشنز، وبعد كده راح باعت لك هاي هاو كان اي هيلب يو توداي، اساعدك ازاي، مع ايموجي. فكده انا بقى عندي اي اي لوكال جاما 4 شغال على الماك ديفايس اللي انا شغال بيه. وال4 مليار دي على الجاما، سالت اخونا تشات جي بي تي قال لي في الغالب مش احسن حاجه. ليه؟ لان هي بقى تقيله شويتين، بس انا هجرب. واداني 2 اوبشنز تانيين. موديل اسمه كوان 2.5 7 بليون، مع انه 7 مليار بارامتر بس المفروض ان هو اخف من الجاما 4. واحد تاني بقى ده اللاست ريزورت 2.5 بارامتر. فدول التلاتة اللي احنا هنبتدي نتحرك ونروح ونيجي فيهم ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. انا محتاج ايه علشان اعمل بيرنج؟ محتاج ابقى عارف الاي بي ادرس بتاع الكمبيوتر بتاعي ما دام انا معرف اولاما على النتورك. هنتاكد بس ان القصه دي انا لسه عاملها expose to the network. المفروض ان عن طريق الاي بي ادرس على طول يعرف يقفشه. المفروض ان الكلام ده هيبقى ظاهر عندك في النتورك سيتنج على الكمبيوتر. لو مش عارف تجيبه واتس ماي اي بي ويب سايت هيجيب لك الاي بي ادرس بتاعك. لو كمان مش عارف نزل بقى فينج او اي نتورك سكانر عشان تقفش الاي بي ادرس. وبعد كده بروح على هنا هوت settings، واروح على devices and services، نروح على الاد انتجريشن واكتب هنا اولاما. هيقول لي ايه اليو ار ال بتاعك، ابيست اي بي اي كي، ما تكتبش فيه اي حاجه، انت المفروض معرفه على النتورك فهيقرا invalid IP host name حلو. بيقول لي عشان انا لازم احط مش الاي بي بس، محتاج يو ار ال. اوكي خلينا نعمل كده submit success. ظبطت. كان فاضل لي بس ال HTTP، مش عارف كان يوم طويل ومش مركز. فكده حياتنا سعيدة. كده احنا عندنا الاولاما مربوط من ما بين هوم اسيستنت وما بين الماك ميني، والماك ميني مولع. اوكي علشان ابتدي استخدمه هستخدمه زي ما قلت لكم في كذا طريقه ان انا استخدم الاي اي جوه هوم اسيستنت. كونفرسيشن ايجنت واحده فيهم، واي اي تاسكس اللي انا عملت عنها حلقه برضو قريب واحده منهم. خلينا احنا مركزين النهارده على الكونفرسيشن ايجنت. بينزل بالديفولت بتاعه والاولاما كونفرسيشن، وهنحطه ما بين قوسين ان هو ماك عشان نبقى نقارن ما بينه وما بين البي لينك. وبعدين هنعمل ايه بقى؟ هو هنا هل هستخدم كوان 3 4 بليون؟ لا، انا هدور على الجاما 4 بليون ده اللي هو هتلاقيه ما بين قوسين داونلود. كنترول هوم اسيستنت يس. اوكي الكونتكست ويندو سايز 8000 وشويه، تمام. ماكسيمم هيستوري اوف مسجز خليها ديفولت 20. كيب الايف دي نصيحه بلاش تسيبها -1. -1 يعني هيفضل على طول رايح جاي ما بين او التواصل هيفضل شغال 24 ساعه. المفروض في عالم مثالي ان ده احسن اوبشن عشان يخلي الاي اي بتاعك صاحي على طول، مركز على طول، لما تساله السؤال ما ياخدش وقت في الرد. بس ده بيحمل على الهاردوير او على الكمبيوتر بتاعك، مش حاسس ان هو هيظبط للدرجه دي. تاني حاجه think before responding، اعملها بس لو الموديل اللي انت كنت بتنقيه كان عنده الريزنينج او الثينكينج كابابيلتي. لو انا فاكر صح الجاما 4 كان عنده القدره ديت، فخلينا نسيبها اون. وخلينا نجرب keep alive -1 ديت معاكم علشان ايه نبقى بنجرب كل حاجه. خلصت كده الكونفرسيشن ايجنت بتاعي اللي هو اولاما كونفرسيشن ماك موجود وتمام. تعالوا بقى نجربه. هنجربه فين؟ هنروح على فويس اسيستنتس. انا اوريدي مجهز واحد تكست اونلي هنجربه كتابه بس دلوقتي، وعلى اخر الفيديو هنجربه مع الهوم اسيستنت بريفيو اديشن. وهننقي هنا هوت الكونفرسيشن ايجنت بتاعه اولاما كونفرسيشن ماك، والسبيتش تو تكست مش موجود والتكست تو سبيتش مش موجود لان احنا عايزينه بس كتابه فور ذا تايم بينج. على البلاتفورم الاصلي لو تفتكروا كان رد على هاي في 20 ثانيه. فخلينا نشوف دلوقتي بقى، نرجع على الداشبورد نفتح الاسيست
وننقي الاسيستنت بتاعنا اولاما تكست اونلي ونقول له نفس الهاي ونشوف هيرد علينا. بهرني. خلينا نسأله على سؤال معلومات عامة. نقول له مثلا ايه اطول مبنى في العالم؟ دي حاجة اكيد هيروح للاي اي فيها، هنشوف هيرد في قد ايه. يا صبر يا ايوب. بيسخن هذوها الماك ميني، يعني ايه في الخير والله. شو ديتيلز. رد عليا في الاخر the tallest building in the world is the برج خليفة located in Dubai United Arab Emirates. رد معرفش خد وقت قد ايه، هنحطها لكم في الاديت بس شغال. تعالوا نجرب نطفي مثلا اللمبة دي. لو قلنا له switch off film light طفاها immediately. ليه طفى اللايت على طول؟ علشان انا عامل الاوبشن بتاع ان هو يروح على اللوكال بايب لاين. لو حاجه ليها علاقه بالبيت ما عرفش يعملها عن طريق اللوكال بايب لاين، يروح بعد كده بقى ايه يزود الاداء والحياه ويبتدي يدور كال ال ام ناصح، يبتدي يفكر معانا. خلينا نجرب حاجه تانية. نقول له مثلا it is dark in the office، نشوف هينتربرت الكلام دوت ازاي. يعني هو دلوقتي مادام شو ديتيلز يبقى هو بيفكر. الاولانيه لو تاخدوا بالكم هنا هو راح دايركتلي طفى اللمبه. هنا هو بيفكر يعمل ايه كال ال ام او كاي اي قبل ما يروح ينفذ الاكشن في البيت. يا صبر يا ايوب. turn on the lights in the office، هي اوريدي شغاله. انت بتهجص يا عم ال ام، انا اسف بس بتهجص. طيب تعالوا نجرب حاجه تانية في سياق اخر قبل ما نروح على الفويس اسيستنت زي ما قلت لكم في الاخر. خلينا نجرب بقى موديل تاني يكون اهدى واخف شويه ونشوف فيه فرق في رد الفعل ولا لا. انا ليه بوريكم موديل تاني؟ علشان نعرف لو انا عايز اغير المودلز بتمشي الدنيا معايا ازاي، وفي نفس الوقت عشان انتوا برضو كل واحد الهاردوير بتاعه هيختلف، فعشان توصل للبالانس اللطيف محتاج ان انت تقعد تجرب وتعيد وتزيد شويتين 3 عشان ترتاح في الاخر. فعلشان اعمل موديل تاني الموضوع بسيط جدا. كل عليا ان انا اعمل نفس اول خطوتين اللي اتقالوا هنا هوت، ان انا اروح على موديل، اروح على اولاما انقي موديل مختلف، ابعت له هاي، اداونلود الموديل على الجهاز بتاعي. كده الموديل بقى موجود على الجهاز. بعد كده بروح على devices and services وارجع تاني عند اولاما. انا منزل كذا واحد فعشان كده مش هعمل الخطوه ديت، بس لو رحت على اولاما ورحت add conversation agent جديد وبنقي الموديل المره دي هنقيه مثلا الكوين 2.57 بليون. اوكي، ونفس الكلام assist، ما بغيرش اي حاجة وبقول له think واقول له submit. حياتنا سعيدة. ده موديل مختلف تاني. ولما conversation ممكن بس اعيد تسميته. اسميه يا منز rename. ده هسميه هنا دوت ماكوين علشان ابقى مفرقه عن الجاما. وبعد كده زي المرة اللي فاتت بالظبط بروح على voice assistants، بروح تكست اولاما اغيره بدل ما هو كان ماك انقيه ماكوين. اسم ده فيلم كرتون ماكوين، وادوس عدد 1 ابديت واروح هنا تاني اساله نفس الاسئله واشوف الرد هيبقى عامل ازاي. انا كده على الكوان 7 بليون، المفروض بارامترز اعلى، بس على كلام شات جي بي تي ده المفروض اخف واسرع. فهنعمل نفس ال3 جمل بالظبط. هقول له في الاول هاي نفس السرعه لان ده لوكال، اقول له نفس السؤال ايه اطول مبنى في العالم. شكرا يا عم شات جي بي تي، ما ردش اصلا على السؤال. طيب لو قلت له switch on the film light اللي كان اخوك طفاها هنورها على طول عشان ده local pipeline. طب لو قلت له it is dark in the office هيعمل حاجة؟ nothing. عندي assumption ان دوت علشان انا عامل الثينكينج والكوان 7 بليون دوت it's not a reasoning model، يعني مش موديل عنده قدرة الثينكينج اصلا. تعالوا نجرب تجربة عشوائية ونروح على devices and services ونروح على الاولاما ونروح على الكوين ونطفي الثينك بيفور ديت وندوس سبميت كلوز ونرجع تاني على الاسيست نجرب السؤالين اللي هو غلط فيهم، فرصة ان هو يحسن السكور بتاعه معانا. ونقول له تاني what is the tallest building in the world. ما قفلش زي ما قلت لكم لان هو مش هيفكر خلاص، هو هيدور في المعلومات اللي هو متبرمج عليها. مفيش فكرة الريزنينج الاخذ والعطاء. بس بيني وبينكم لو اسرع، يعني هشوف في الاخر لو اسرع واي نوت، لان كده ولا كده التاني اللي كان بيفكر اصلا ما فكرش قوي فهو مش عبقرينه برضو. فانا اللي فارق معايا بالذات في الكنترول بتاع البيت
ان هو يبقى اسرع لو ده الاستخدام بتاعه. انا في دماغي استخدام تاني اصلا مش محتاج بقى سرعه، مش يعني محتاج ريزنينج اكتر، زي مثلا هو يبعت لي ريبورت كامل على البيت. فده خد وقتك فيه يا معلم، انا كده كده انا هخليك تخلص وتروح باعت لي الريبورت دوت في وقت محدد، فابتدي من بدري شويه، اصحى ظبط نفسك وابعتولي. المهم الريبورت يبقى عندي، ياخد ربع ساعه، تلت ساعه، نص ساعه، مش فارقه معايا. فالحاجات اللي مش فارق فيها معايا السرعه هلجأ للريزنينج. الحاجات اللي هي محتاج سنابي ريسبونس دي قصة تانية هقول لكم حتى عليها في كونكلوجن في اخر الفيديو. ده انا كده على الماك، ده انا هيطلع عيني لما انقل على الويندوز. ده كلام جميل. The tallest building in the world is the برج خليفة. It stands at approximately، فيها تفاصيل اكتر بس متهيألي لو انا مش غلطان هبقى احط لكم في الاخر الفرق في التوقيت في الاديتنج، ده ابطأ شويتين. طيب لو قلت له هنا هوت it is dark in the office، يا ترى هيقول لي ايه؟ ايه ده سريع. هم اصلا شغالين، فده مبدئيا. لو قلت له مثلا make the E flare bright، لطيف. طيب لو قلت له عشان بس تشوفوا فيلم light brighter، يا ترى هيعمل ايه؟ ظبط. والله شكل تشات جي بي تي عنده حق، شكل تشات جي بي تي is on to something. علاها الفيلم لايت خلاها 100%، كانت ضعيفة كده، انا كنت ظابطها على 10-15%، ده اللي انا بظبطه. اوكي حلو، يبقى احنا اتليست عندنا ريسبونس لطيف. تعالوا كده بسرعة نجرب الهوم اسيستنت بريفيو اديشن النسخة بتاعت الماك اي اي ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. طريقه تانية بقى تمشي على ماك وتمشي على ويندوز، بس حبيت اوريها لكم هنا اهوت ازاي ان انا ممكن انزل المودلز اللي انا عايزها، مش ان انا افتح الشات واكتب له هاي وهو يبتدي ينزل. لا، انا عملت طريقه تانية، دخلت على الباور شيل او التيرمينال بتاعه الويندوز وكتبت الكوماند لاينز الاتيه اولاما بول واسم الموديل لاما 3.1 مثلا، ده موديل من المودلز اللي موجوده. لو تاخدوا بالكم ان هو ابتدى يبول او يسحب الداتا من على الانترنت وابتدى ينزل ال 4.9 جيجا بايتس بتوع الموديل ده. فهو دي طريقه تانية، بدل ما تكتب له هاي في الانترفيس وتروح بعد كده هو تستناه هو يلود من على الانترفيس نفسه، دي طريقة تانية تعمل بيها القصة دي. بياخد وقته خالص لحد ما بيداونلود، وانس ان هو خلص بقى الموديل بتاعك جاهز. نفس الطريقة برضو ممكن عن طريق السيتنجز تروح تظبط تكسبوز للنتورك. حياتك سعيدة. عن طريق الاي بي ادرس اوتوماتيكلي هوم اسيستنت بيخش على الانستنس بتاعة الويندوز. انا قابلتني مشكلة في القصة بتاعة الفاير وولز والبرميشنز، بس لو يعني مش عايز اطول الفيديو عمال على بطال، بس لو قابلتكم المشكله دي اكتبوا لي في الكومنتات، هديكوا بالظبط ازاي انا عديتها عشان اعرف الاولاما على الهوم اسيست. هنا بقى بقول له اولاما رن لاما 3.1 اللي هو الموديل اللي انا لسه منزله، بيفتح معايا جوه التيرمينال من غير اي يوزر انترفيس، ويبتدي اتشات معاه كانه عايش فعلا جوه الكمبيوتر. فلما ببتدي ابعت له مسج واقول له ايه اطول مبنى في العالم، اللي هو السؤال التقليدي اللي انا بساله له، يرد عليا برضو جوه التيرمينال. فكده دي طريقه ان هو اولاما بقى راننج على ويندوز. جاءت لحظه الديمو عشان بس نبقى كلير. مش هيبقى فيه ديمو للويندوز في اللقطه ديت، لان انا فشلت فشل ذريع، نزلت لحد نص بليون عشان اعرف اشغل حاجات، وبعد سجال وجدال مع تشات جي بي تي اضطريت اشيل كميه انتيتيز مرعبه من السيستم بتاعي علشان الويندوز بي سي موديل يعرف يقرا ويجمع الكلام ده كله، وهفضل اجرب في الموضوع. خلينا نعمل الديمو وبعد كده هقول لكم بقى افكاري الملخبطه ديت بعد هذه الاكسبيرينس في الاخر. فاكرين الشاب ده؟ هنبتدي بقى ايه ننده عليه كده اهوت عشان بس نبقى كلير، عشان تبقوا شايفين. انا عامل البريفيرد فويس اسيستنت هو الاولاما، وبنستخدم الجاما 4 اللي هو اول موديل جربناه خالص. How many centimeters in 1 inch؟ تعيش انت يا حاج، تعيش انت يا حاج قوي 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 بقى. اقعد بلينك كده اروح. انا مش هتحرك من غير لما يرد، لانه كان بيرد على التكست. انا عاوز افهم دي مسألة حسابية بسيطة. في كام سنتي في الانش؟ There are 2.54 centimeters in 1 inch. بعد وقت كتير وده الماك السريع ال 4 مليار الجاما 4.
تعالوا نجرب نعمل حاجة، نقلبه الى الماك الكوان 7 بليون اللي على حسب ابن عمه تشات جي بي تي المفروض اخف، ونسأله نفس السؤال. وعلشان انا عمري ما يروحش وانتوا عمركم ما يروحش، بعد التجربة دي هخش في الاوترو. How many centimeters in 1 inch؟ طبعا انا مش فهمتوا ليه مش هعمل تجربة للويندوز، صح؟ يا الله يا ولي الصابرين، وحدوا لا اله الا الله بيت البطء. خلونا اقول أليكسا برقبته انه الاي اي. ثم ماتت رابعة، ومات قحيس بن قيحلان، وماتت سحلبيسة بنت برتقيبا، وضعت سما بندقيا في قفاها فخرت البندق. ده المفروض انتوا العيال علمات علمات يا There are 2.54 centimeters in 1 inch. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. بالشوتس بالشوتس. ادي الدم، ادي يوم راح من عمري شغال على القلامة برنس البرانيس لوكال اي اي. زي ما انتم شفتوا كده الموضوع وصلت خبطت في سقف الهاردوير. زي ما كنت بتكلم في اول الفيديو، مستحيل ان واحد زي حالاتي جايب ميني بي سي على قدي ان انا اعمل لوكال اي اي ايجنت يقدر يضاهي او ينافس حاجات زي تشات جي بي تي وجيميناي. بس انا اتعودت ان انا احاول دايما اوصل للبالانس او التوازن ما بين الخصوصيه وان انا ما اطلعش كل حاجه جوه البيت على الكلاود والسيرفرز وابتدي اديها لهم على طبق من فضه زي ما بيقولوا كده هوت عشان يتصرفوا في الداتا بتاعتي زي ما هم عايزين، بس في نفس الوقت يبقى فيه سهوله في الاستخدام. البالانس ده في حته الفويس اسيستنتس تحديدا او الاسيست فيتشرز اللي موجوده في كل الايكو سيستم، وجهه نظري مش هتتحقق غير لو انت يو انفستد او استثمرت من وقتك ومجهودك انك تحفظ البيت روتينك، تبرمجه ازاي. اعمل اوتوميشنز التريجر بتاعها كلمات معينه، وابتدي زود كلمات طول ما انت ماشي، بحيث ان فعلا اي كلمه تقولها الساتلايت او الفويس اسيستنت بريفيو اديشن او الايكو ديفايسز اللي عندك تدورها لوكالي بحيث ان هي تعمل لك اللي في دماغك بالظبط. بالعكس، ده كان في فيديو كمان انا لو ما شفتوش روح اتفرج عليه، حلو قوي. عمر امين صديقي نزلنا حلقه في رمضان ان مش بس انت اللي بتطلب من الفويس اسيستنت، لا هو كمان ممكن يبتدي يقترح عليك اكشنز وحاجات يعملها في البيت حسب اوضاع معينه لما تتحقق. تو بيرفكت او علشان تخلي الفويس كنترول في البيت بتاعك اقرب ما يكون الى الكمال، انت محتاج ان انت تحط من وقتك ومجهودك وتقعد تفكر في الروتين بتاعك وبتاع اهل بيتك وتظبطها عن طريق اوتوميشنز. لو انت يهمك الخصوصيه، لو ما يهمكش الخصوصيه روح على اي اي موديل بقى محترم تمام زي جي بي تي، جيميناي، الحاجه من الحاجات ديت، وادفع اشتراكاتك. بس لازم تبقى متصالح مع نفسك في ان انت الداتا ديت انت بتبعتها للناس ديت ليفعلوا بها ما يشاءون. دي نقطة الفويس اسيست. في حالتي انا بقى الشخصية هعمل ايه؟ مبدئيا اكيد هعمل اوتوميشنز واظبط الروتينز واظبط الدنيا علشان احاول على قد ما اقدر ما اطلعش اي حاجة على الكلاود. طيب قلما اللي انا نزلته دوت بقى بالمودلز بتاعته هستخدمه في ايه؟ في كام حاجة في دماغي هقول لكم عليها بس في فيديوهات جاية. لايك وسبسكرايب عشان ما تفوتكوش. وانا طولت عليكم قوي في الفيديو دوت، شكرا لو انتوا كملتوه لحد الاخر. اشوفكم الاسبوع الجاي.